مدن ضخمة متحركة بتصطاد بعضها علشان تعيش، فبتظهر بنت متمردة بتحاول تنتقم من شخص كان سبب في خراب حياتها، فبيظهر في حياتها شخص بيقف معاها وبيحاولوا يقلبوا الموازين ويوقفوا المدينة المتوحشة قبل ما تبلع كل المدن الصغيرة. ده اللي هنشوفه النهارده في ملخص فيلمنا مورتال انجن. يا ريت تدعمنا بلايك، ولأول مرة تشوفنا تشترك في القناة. يلا بينا. في المستقبل لما حصلت كارثة ضخمة اسمها حرب ال60 دقيقة كانت هتخلص على البشرية كلها، لكن اللي فضلوا عايشين اتعاونوا مع بعض وبدأوا يبنوا مدن عملاقة كانت ماشية على عجلات، كانت بتلف حوالين الأرض كلها. المدن الكبيرة دي بتصطاد المدن الأصغر منها وبتبلعها، خصوصا في منطقة اسمها منطقة الصيد الكبرى اللي موجودة في أوروبا. لكن في آسيا في ناس مش موافقة على نظام المدن دي، فبنوا مستوطنة ثابتة ومش بتتحرك وحاطين حواليها جدار واقي بيحميها من المدن اللي بتهاجم. وفي يوم من الأيام هيستر لاحظت مدينة لندن المفترسة وهي جاية ناحية مدينة تعدين صغيرة، وبما إنها عايزة تقتل ساديوس رئيس المؤرخين في لندن دخلت وسط أهل المدينة علشان تستخبى وسطهم في حالة إن مدينة لندن بلعت المدينة. وبعد شوية صوت الإنذار بيشتغل والناس بتبدأ تجري في كل الاتجاهات في حالة من الرعب لأن مدينتهم بتحاول تهرب. وعلى العكس تماما في لندن الناس كانت فرحانة وبتشجع اللي بيحصل كأنه احتفال كبير. المدينة الصغيرة كانت بتحاول تمشي بأقصى سرعة، لكن مدينة لندن كانت أقوى وأسرع بكتير، فالمطاردة كانت محسومة من الأول. سواقين المدينة الصغيرة بيقرروا يفرغوا الحمولة علشان يخففوا الوزن ويمكن ده يخلي المدينة تمشي أسرع، فبياخدوا المدينة على أطراف التلال وكانوا على وشك يقعوا من فوق، بس لفوا في آخر لحظة. للأسف الحركة المفاجئة ديت خلت أجزاء من المدينة تتكسر وحتى واحدة من العجلات وقعت. مدينة لندن ما ضيعتش وقت ورمت عليهم حبال ضخمة وسحبت المدينة بسرعة وبعدها بلعتها بالكامل. أول ما دخلوا جوه لندن اتطلب من سكان المدينة الصغيرة إنهم يسلموا أي تكنولوجيا قديمة معاهم سواء كانت أجهزة أو أدوات. في نفس الوقت كاثرين بنت ساديوس كانت جوه في متحف لندن، المكان اللي بيحتفظوا فيه بحاجات زي الموبايلات وحاجات تانية كأنها تحف نادرة. كاثرين كانت مستنية توم اللي دايما متأخر. بعد ما جري وسط المدينة بيوصل توم للمتحف وبيساعد كاثرين في البحث عن معلومات تخص حرب ال60 دقيقة، وبيوريها جهاز هو بنفسه كان مركبه من شوية قطع قديمة وبيستخدمه علشان يشغل فيديو لسلاح طاقة اسمه ميدوسا بيقدر يدمر مدينة كاملة. وعلشان كده القدماء كانوا اخترعوا محرك بيقدر انه يوقف السلاح ده. توم كان لاحظ من فترة ان في شوية قطع من الجهاز اختفوا، لكن لما قال لرؤسائه محدش خد كلامه بجد، فقرر يبنوا غرفة سرية بتفتح بكلمة سر وبيوري كاثرين التكنولوجيا الخاصة بالسلاح اللي خباه. ومن غير ما ياخد باله هاربرت كان بيراقبهم. توم كان عايز يرمي كل الحاجات ديت في المستنقع علشان محدش يستخدمها تاني وتسبب في كارثة. ولما خرج هو وكاثرين من المكتب هاربرت قال له انه هيخفض رتبته ويبعته ينظف في الادوار اللي تحت. وبما ان الوقت كان وقت زحمة هاربرت كان عارف ان توم مش هيلحق يوصل في الميعاد وهيتم فصله في الاخر، لكن كاثرين قالت لتوم انها تقدر توصله بسرعة قبل ما الوقت يفوت بالبطاقة بتاعتها، فقدرت كاثرين تخليهم يركبوا المصعد اللي بينزل للمستويات اللي تحت بسرعة. وهم في الطريق توم بدأ يشرح لها انه لازم يوصل للمستوى الارضي علشان يجمع اي بقايا تكنولوجيا قديمة بيوقعها السكان الجدد، خصوصا بعد ما بيتم معالجتها ويوديها المتحف. ولو اتأخر العمال هيرموا الحاجات في الزبالة ومنها على الافران علشان يستخدموها كوقود. وفي الدور الارضي بدأوا يدخلوا سكان المدينة الصغيرة علشان عملية الفرز وياخدوا منهم اي اسلحة وادوات ممنوعة. هيستر عدت من غير ما حد يشك فيها لانها خبت السكينة بتاعتها. في الوقت ده توم كان وصل وبدأ يجمع التكنولوجيا القديمة. ساديوس بيشوفه وكان موافق على اللي هو بيعمله، لكن هو كان في المكان علشان يشوف حاجة اسمها خلية عاكس الاندماج، ودي حاجة خطيرة جدا ممكن تسبب كارثة لو اتثابت مع حد. فتوم قال له على طول ان المهندسين هم اللي سرقوا كل الخلايا من المتحف، فساديوس وعده انه هيتعامل معاهم. في اللحظة دي راجل من المدينة الصغيرة اتخانق مع واحد من الحراس، فالحارس ضربه وقامت خناقة صغيرة وسط الناس. ساديوس اتدخل علشان يوقفهم، وساعتها هيستر استغلت الزحمة ديت وقربت منه بسرعة. توم لمحها وهي جاية عليه وحاول يحذر ساديوس، لكن الوقت كان فات. هيستر صرخت بصوت عالي انها بتنتقم علشان امها وضربت ساديوس بالسكينة، لكنه قدر يبعدها عنه وساعتها وقع قناعها وظهرت علامة على وشها، فحاولت تهاجمه تاني علشان تخلص عليه، لكن توم لحقها في اخر لحظة واخد السكينة من ايديها بسرعة. غضبها خلاها تضربه في بطنه ضربة قوية، فبتشتغل اجهزة الانذار. هيستر جريت على طول وتوم جري وراها من غير ما يفكر، حتى لما قفز وراها من غير تفكير. فدخلوا مع بعض جوه المدينة الصغيرة اللي كانت بتتقطع وبتتدمر بمناشير ضخمة مرعبة. كان لازم يتحركوا بحذر جدا علشان يتجنبوا الآلات المتوحشة ديت، وكمان يتحركوا من على اي مبنى لانه هيتفرم بعد ثواني. كانوا بيجروا من سطح للتاني لحد ما وصلوا الكوبري، وكان لازم يجروا باقصى سرعة لان كان في آلة ضخمة جاية من وراهم وبتدمر كل حاجة في طريقها. هيستر سبقته وعدت من الباب وقفلته وراها، فاضطر توم يبذل مجهود اكبر علشان يلحق ويعدي. فجأة هيستر غيرت اتجاهها لما شافت ساديوس جاي
ناحيتها، كانت خايفه انهم يقبضوا عليها، فخدت قرار سريع وقفزت من فوق سور. لكن قبل ما تقع توم مسك ايديها وانقذها، وساعتها بصت له وقالت له يسال ساديوس عن العلامه اللي في وشها وعن امها اللي ماتت. بعدين اجبرته يسيبها علشان تقع لوحدها. بعد ثواني وصل ساديوس وتوم قال له نفس اللي هيستر قالته، لكن فجاه ساديوس زقه وخلاه هو كمان يقع. وبعد شويه كاثرين وصلت ومعاها الحراس وصدقوا كلام ساديوس لما قال لهم ان السور اتكسر وهما الاثنين وقعوا. لكن كاثرين الوحيده اللي لاحظت ان بيفاس كان مستخبي في مكان قريب وكان بيتفرج عليهم. وبما ان المطحنه بتخرج الجثث لوحدها بعتوا طيارات تدور عليهم، لكن ما وصلتش لحاجه. في الوقت ده كان هيستر استخبت في المسار اللي بتمشي عليه المدن المتحركه وغطت توم بورق شجر علشان محدش يشوفه. واول ما الطياره بعدت فتشت جيوبه وسرقت منه فلوسه وسكينه. لكن فجاه توم فاق وبدا يطاردها وهي هددته بالسكينه وهي متضايقه، لكن ده ما وقفوش، بالعكس اقنعها انه لازم يفضلوا مع بعض دلوقتي علشان ينجم. وفي لندن العمده كروم كان بيوبخ ساديوس لان مشاريعه ما جابتش نتيجه وبيصرف موارد المدينه على الفاضي. وبعد كده ساديوس راح يزور افضل عالمه عنده اللي بتشتغل في تطوير سلاح خطير كان هياخد منهم اسابيع كمان الا لو ساديوس قدر يلاقي تكنولوجيا قديمه تانية. الدكتور قالت له ان في سجن بعيد عن الشاطئ قبض على مطارد مخلوق نصه آلي ونصه زومبي كان اسمه شرايك، صياد الجوائز اللي بيصرخ طول الوقت باسم هيستر. على طول ساديوس ركب طيارته وطار على السجن ده، ولما وصل شاف شرايك في زنزانه معلقه فوق البحر كان بيطارد هيستر علشان يقتلها لانها خلفت وعد قديم، وده بالظبط اللي كان عايزه ساديوس. فرجع لطيارته وبدا يضرب على السجن، فدمر الدعامات اللي كانت شايله الزنزانه وخلاها تقع في البحر علشان شرايك يقدر يهرب ويبدا يطاردها. وفي نفس الوقت كاثرين كانت بتراقب بيفاس، ولما شافته قررت تتبعه. لما حس بيها بدا يحكي لها اللي شافه وقال لها ان ساديوس حاول يقتل هيستر وتوم بنفسه، ووضح لها ان مشروع الطاقه اللي بيتكلم عنه في الاعلانات مجرد تمويه، واللي بيتبني في الكاتدرائيه هو حاجه اكبر بكتير، لكن عمره ما قدر يدخل المكان ده علشان الحراس كانوا بيمنعوه. كاثرين بتعرض انها تساعده علشان يكشفوا ايه اللي بيحصل جوه الكاتدرائيه. في الناحيه الثانيه توم بيبدا يتعلم ازاي ينجو مع هيستر وبيشرب من ميه الارض، وهي بتديله اكل كان معاها. توم بيقرف لان الاكل ده بقاله اكتر من 1000 سنه، لكن هيستر بتقول له ان الاكل القدماء عمره ما بيبوظ. وبالليل هيستر بتحلم بنفسها وهي صغيره كانت بتجري وسط حقل ووشها عليه جرح بينزف، ولما بتصحى بتلاقي توم بيزعق وبيحرك ايده علشان يلفت نظر مدينتين كانوا بيتحركوا، لكن للاسف بيطلعوا كناسين وبيبداوا يضربوا عليهم. هيستر بتبعده في اللحظه المناسبه علشان ينقذ نفسه وبيبداوا يجروا هما الاثنين. توم بيقع من فوق المسار وهيستر بتساعده يطلع، لكن لما بيرجع يبص وراه مش بيلاقيها. المدينه كانت قربت تمسكه فبيجري على امل يستخبى، لكن بيقع في حفره. المفاجاه ان هيستر كانت وقعت هي كمان، وبيلاقوا نفسهم في مدينه تحت الارض. المدينه بتبدا تتحرك اول ما الكناسين بيمشوا. في الاول السواق ومراته بيظهروا انهم طيبين، لكن بعد شويه بيرموا توم وهيستر في زنزانه وهم بيحاولوا يرتاحوا. هيستر بتحكي لتوم عن والدتها بندورا وانها ماتت لما كان عندها 8 سنين. بندورا كانت عالمه اثار وكانت بتلف في العالم. ساديوس كان صاحب بندورا وكان بيزورها كتير لحد ما في يوم اكتشفت حاجه خطيره جدا، ولما فهمت ان ساديوس عاوز الحاجه دي علشان يحقق اهدافه حاولت تاخدها منه وبدات بينهم خناقه، فحاولت تدافع عن نفسها فوقع ساديوس ووقع المصباح اللي ولع نار في المكان كله. بندورا وهي في حاله يأس ادت هيستر قلاده وطلبت منها تحافظ عليها قبل ما ساديوس يضربها. هيستر حاولت تنقذ امها، لكن ساديوس هجم عليها بالسكينه وسبب لها علامه على وشها، وبعدها هيستر هربت وساديوس قدر يهرب بالحاجه الغامضه. توم طلب من هيستر السكينه وفتح فتحه علشان يهربوا منها، لكن هيستر كانت رجليها مصابه ومش قادره تطلع من الارتفاع، فطلبت من توم يسيبها ويمشي لوحده، لكنه رفض يسيبها لوحدها وقفل الفتحه علشان يفضلوا مع بعض. بعدها الاتنين اتنقلوا لمدينه تانيه علشان يتباعوا كعبيد. اول ما المزاد بدا انا قالت انها تشتري هيستر. كان في معلومه في المزاد ان في مكافاه كبيره على راس انا، وقرر شخص يمسكها، فانا ضربت النار على راسه وبدات خناقه كبيره. انا فضلت تضرب النار على اي حد يحاول يمسكها، وهيستر خدت مسدس من حارس ميت وضربت النار على سلاسل توم علشان تحرره، وبعدها الاتنين هربوا مع بعض. انا بدلت المسدس بسيف وفضلت توقع اي حد يهاجمها، حتى انها كان عندها شفره مخفيه في جزمتها. المدن الصغيره كانت في كل مكان وده خلى الهروب من المنطقه صعب جدا. توم وهيستر فضلوا يهربوا منهم لحد ما وصلوا للمنطقه مفتوحه، فبيظهر شرايك وبيوقفهم. مفيش قدامهم حل تاني غير انهم يبداوا يتسلقوا عجله عملاقه في المدينه ويقفزوا على عجله تانيه. شرايك قدر يلحقهم بسهوله ويحاصرهم، لكن قبل ما يهاجم انا ظهرت بطيارتها وضربت النار عليه. هيستر بسرعه طلعت على الطياره وانا اتحركت من غير ما تهتم بانقاذ توم، فهيستر رفضت تسيبه وراها فرمت له حبل وبدا يطلع، لكن شرايك مسك الحبل هو كمان وبدا يسحب الطياره. انا ادت هيستر شفره وطلبت منها تقطع الحبل، لكن هيستر رمتها لتوم اللي استخدمها وقطع الحبل وقدروا يهربوا كلهم. واول ما الطياره بعدت كفايه انا شغلت وضع الطيار الآلي وبدات تهتم بجرح هيستر. بعدها شرحت انها كانت تعرف بندورا وانها بقالها سنين بتدور على هيستر بعد وفاه امها. انا ما كانتش فاهمه ازاي هيستر قدرت تعيش لوحدها طول
طول الوقت ده، لكن توم استوعب ان شرايك هو اللي رباها. في الاول هيستر كانت متضايقه ان سرها اتكشف، لكن بعد كده وافقت انها تحكي قصتها. بعد وفاه امها هيستر فضلت تتمشى لوحدها وسط اراضي المستنقعات لحد ما تعبت وانهارت. وقتها شرايك لقاها وانقذها واخد القلاده كمان. كان جوه عربيته لعب مرعبه. هيستر افتكرت انه كان بيحاول يلاقي نفسه، خصوصا لما اكتشفت صوره ليه من ايام ما كان انسان. شرايك كان عاوزها تبقى زيه ووعدته انها تعمل كده، لكن لما عرفت ان لندن قريبه وان ساديوس قريب منها فهربت. ومن وقتها شرايك كان بيطاردها في كل مكان. وبعد ساعات وصلوا لإيرهيفن، المدينه اللي في السماء. هناك كل المتمردين كانوا بيتجمعوا. انا شرحت ان بندورا كانت لقت حاجه خطيره، وقالت لها ان لو حصل لها اي حاجه لازم تلاقي هيستر لانها الوحيده اللي تقدر توقف ساديوس. هيستر ما كانتش فاكره ايه الحاجه اللي امها اكتشفتها، لكن لما المتمردين ذكروا ان ساديوس بيجمع تكنولوجيا قديمه، توم رسم رمز غريب وهيستر عرفته على طول. توم وضح ان الجسم الغامض ده هو نظام تحكم في سلاح الطاقه. انا خمنت ان ساديوس عاوز يدمر جدار الدرع في اسيا. وفي لندن هاربرت راح لساديوس وقال له انه اكتشف مخبأ مليان كتب قديمه. وبعدين كاسرين وبافيس قابلوا مدير المتحف اللي قال لهم ان المهندسين اقتحموا الاوضه السريه لتوم واخدوا كل التكنولوجيا اللي فيها. بعدها كشف لهم عن نفق سري فيه الاف السلالم كان بيودي على طول للكاتدرائيه. وبعد دقايق الاتنين خرجوا من تابوت جوه الكاتدرائيه في اللحظه المناسبه، وشافوا ساديوس وهو بيكمل سلاحه باستخدام التكنولوجيا اللي اخدها من المتحف ونظام التحكم بتاع بندورا. السلاح ده كان اسمه ميدوسا. في نفس اللحظه الرائد كروم اقتحم الكاتدرائيه وهو غضبان لانه اكتشف ان ساديوس اصدر اوامر يخلي لندن تتحرك ناحيه الشرق. غضبه زاد اكتر لما شاف ميدوسا وفهم ان ساديوس ناوي يدخل حرب، وكانه ما اتعلمش اي درس من التاريخ. كروم امر المهندسين انهم يوقفوا تشغيل السلاح، لكن محدش سمع كلامه، فساديوس قتله برصاصه. فكاسرين كانت بتراقب وشافت حقيقه ابوها. وفي مدينه إيرهيفن المتمردين وصلت لهم رساله ان لندن بتتحرك ناحيه الشرق. فجاه الكهرباء قطعت وبداوا يسمعوا اصوات صراخ من بره، فبيدخل عليهم شرايك لكنه ما اتأذاش لما ضربوا عليه النار. بعد كده حاولوا يهاجموه بالسكاكين، لكن شرايك قدر يقتلهم بسهوله واحد ورا التاني. شرايك ما تعرضش لخدش واحد وهو بيدافع عن نفسه. في اللحظه دي حصل انفجار كبير والمدينه ولعت وبدات تنهار ببطء. اغلب السكان هربوا بالطيارات بسرعه، وتوم وهيستر جريوا يدوروا على طياره علشان يهربوا هم كمان. انا والمتمردين فضلوا يقاتلوا شرايك بالسيوف، لكن برضه كان سهل عليه جدا انه يوقعهم واحد ورا التاني. وفي حركه جريئه انا قفزت وضربت شرايك بالشفره اللي كانت مخبيها في جزمتها وغرزتها في صدره. المتمردين رموا قنبله لزقت في رجله، ولما انفجرت عملت حفره في الارض وخلته يقع فيها. دلوقتي المتمردين بقوا يقدروا يهربوا من المكان من غير ما يعرفوا ان شرايك لسه عايش. وقت ما توم وهيستر كانوا خلاص قربوا يوصلوا لطياره انا، شرايك ظهر قدامهم فجاه. توم حاول يهجم عليه علشان يحمي هيستر، لكن شرايك مسكه من رقبته ورماه على الارض وبعدها داس على صدره. هيستر بسرعه مسكت رجل شرايك علشان توقفه وهي بتتوسل علشان ينقذ توم. في اللحظه دي شرايك شاف دموعها فوقف مكانه مصدوم واستوعب لاول مره انها بتحبه. فجاه بيقع على ركبته من الضرر اللي حصل له وقدم لهيستر القلاده وحررها من وعدها قبل ما ينهار ويموت. في اللحظه دي المدينه بدات تنهار، لكن انا وصلت وسحبت الاتنين لطيارتها وقدروا اخيرا يهربوا. بعدها إيرهيفن اتدمرت على الارض. تاني يوم طياره المتمردين طارت من خلال فتحه في جدار الدرع ووصلوا لمدينه شان، مدينه مستقره مش بتتحرك. هناك على طول قابلوا الحاكم كوين علشان يبلغوا ان لندن جاي على هنا، وانا شايفه انهم لازم يضربوا الاول. توم رفض الفكره وقال ان تدمير لندن هيقتل كل المدنيين الابرياء. كوين وافق على كلامه لكنه وضح له انه ما عندهمش حل تاني. وفي اللحظه دي صفارات الانذار اشتغلت في المدينه وكل الناس جريوا علشان يستعدوا للمعركه. وبالليل لندن قربت من الجدار وساديوس شغل ميدوسا في نفس الوقت اللي انا بعتت فيه الطياره. وقت ما هيستر كانت مستنيه شافت صوره لاسطوره ميدوسا فافتكرت القلاده بتاعتها ففتحتها في الاخر، وكانت المفاجاه انها لقت جواها هارد ديسك. بسرعه ورته لتوم. في اللحظه دي السلاح كان كمل شحن وضرب اول ضربه على الجدار فدمر عشرات الطيارات والمدافع وقتل الاف الاشخاص. الجدار اتضرر جدا وتسبب في نار ضخمه، والمباني اللي انهارت زودت عدد الضحايا. وفي لندن الناس كانوا بيهتفوا دلوقتي السلاح محتاج وقت علشان يشحن من جديد. هيستر وتوم قالوا لأنا انهم لازم يوصلوا لندن علشان يوقفوا ميدوسا، فوافقت تاخدهم على هناك والمتمردين التانيين هيغطوهم. وقت ما الطياره كانت بتقرب من لندن ساديوس ضرب النار بالسلاح تاني. الطيارات حاولت تتفادى الضرب على قد ما تقدر لكنهم اتعرضوا لضرر كبير. المتمردين بدأوا يهجموا علشان يشتتوه. في الوقت اللي انا كانت بتطير على ارتفاع منخفض لندن فتحت النار كالعاده وطيارات المتمردين ردت عليهم فتدمر مباني في المدينه، وده خلى الناس يخافوا. كشافات المدينه كشفت طياره انا فواحد من المتمردين قرب منه علشان يدمره لكنه تعرض لضرب النار. بقيه المتمردين ركزوا بعد كده انهم يدمروا كل الكشافات وده سمح لانا انها تطير بامان. لسوء الحظ ده كشف الفريق كله، ورغم انهم قدروا يدمروا كل الكشافات الا انهم اتضربوا ووقعوا واحد ورا التاني. انا نزلت هيستر جنب الكاتدرائيه وبعدها فتحت النار على الحراس
الحراس. بعدين قفزت على سطح المبنى وسابت الطياره مع توم. وقت ما ساديوس كان هيضرب بالسلاح تاني، انا ظهرت وحاولت تقتله الاول، لكن واحد من الحراس ضرب عليها النار. الكمبيوتر حذرهم ان النظام سخن جدا والمهندسين هربوا مرعوبين، وده خلى هيستر تقدر تدخل الكاتدرائيه. ساديوس ضرب نار من سلاحه وقدروا انه يصيب انا، وبعدها بدا بينهم قتال بالسيوف. انا بتتشتت لما بتشوف هيستر على الكمبيوتر، وكانت عايزه تبعد انتباه ساديوس عنها، فساديوس بيضربها وبيموتها. هيستر اخيرا بتدمر ميدوسا، ولما السلاح بينهار بيخرج ساديوس من الكاتدرائيه وبيقابل كاثرين اللي بتوبخه وبتقول له انه قاتل وفاشل، لكن ساديوس مش بيوافق على كلامها وبيقول لها ان الجدار هينهار. في نفس الوقت رجاله ساديوس دخلوا غرفه التحكم في لندن وقتلوا كل الناس اللي فيها. دلوقتي المدينه بقت ماشيه من غير تحكم، وده معناه انها هتخبط في الجدار وتدمره. كاثرين كمان بتروح غرفه التحكم وبتحاول تستخدم الفرامل، لكنها كانت مكسوره، فقدرت انها تتواصل مع توم وتجهز خطه. في الوقت ده ساديوس كان بيحاول يهرب بطيارته الخاصه، لكنه بيلاقي هيستر واقفه قدامه وسد الطريق، وهي بتستعد انها تقتله. بيكشف لها انه ابوها. فجاه هيستر بتفتكر ان بندورا وساديوس كان بينهم علاقه. التشتيت ده بيدي فرصه لساديوس انه ياخد سلاحها. في نفس الوقت كاثرين بتفتح بوابه المدينه، وتوم بيدخل بطيارته علشان يضرب المحرك بالنار اللي بيبدا ينفجر. المدينه بدات انها تتهز من الانفجار. في الوقت ده هيستر وساديوس كانوا بيضربوا بعض فوق طيارته اللي بدات انها تتحرك. ساديوس بيقدر يثبت هيستر على السور ويحاول يخنقها، لكن هيستر بتطلع سكينه توم وبتجرح وش ابوها، لكنها مش بتقتله. وبعد كده بتقفز من فوق السور في اللحظه المناسبه وتمسك في طياره توم، وبمجرد ما بقوا في امان توم بيضرب طياره ساديوس بالنار فبتقع وبتتدمر على الارض. ساديوس كان لسه عايش، لكنه بينزل جنب مدينه لندن، فالمدينه بتعدي من فوق قبل ما تتوقف نهائي. دلوقتي في فتحه كبيره في الجدار، فكاثرين بتوجه الناجين من لندن ناحيتها وبتلاقي مجموعه من الحراس، لكن كوان بيخليهم ينزلوا اسلحتهم ويرحب باللاجئين. وفي طياره انا هيستر وتوم بيتفقوا انهم يستكشفوا العالم مع بعض، وهنا بينتهي فيلمنا. لو عجبك الملخص ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. سلام.